كتير مننا بيبقى راسم لنفسه أهداف وخطط ونفسه إن هو يحققها، لكن أوقات بيحس بالكسل، بيحس إن هو مش قادر ينجز أي حاجة، وبيحس إن هو عاوز ينام كتير أو الوقت بيضيع منه من غير ما يحس. يعني مهما عملنا تخطيط ومهما عملنا أهداف، فإحنا لازم يكون عندنا همة ويكون عندنا نشاط علشان نقدر نحقق كل أهدافنا وكل خططنا. الكسل بيفوت علينا فرص نجاح كتير. الكسل محتاج لعلاج، وده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو علشان ينتشر ويوصل لناس كتير. في الأول عايزين نعرف احنا ليه بنصاب بالكسل؟ ليه الكسل بيلازمنا رغم اننا بنكون حاطين خطة وعاوزين نحقق اهداف؟ الكسل بيجيلنا لان احنا بنغفل سبب وجودنا في الحياة. لازم نكون حاطين قدام عينينا كويس جدا احنا ليه ربنا خلقنا في الحياة. احنا ربنا خلقنا علشان العمل، ربنا خلقنا علشان نعمر الارض، ربنا خلقنا علشان نعبده. كل ده محتاج مننا النشاط، كل ده محتاج مننا العمل، كل ده محتاج مننا اننا نجاهد نفسنا. لو حطينا الهدف ده قدامنا او سبب وجودنا في الحياة حطيناه قدامنا، بالتأكيد همتنا هتعلو. طيب علشان الهمة تعلو ونعمل كل أعمالنا وطاعتنا وعبادتنا والأهداف بتاعتنا نحققها وكل حاجة احنا عاوزينها، لازم نقرن الجزاء بالعمل. يعني ايه؟ يعني العمل اللي انا هعمله ده في النهاية هيعود عليا بايه؟ هديكم مثال. الطالب اللي بيذاكر وبيجتهد في دروسه وهو حاطط قدامه يوم النجاح، يوم ما يعرف نتيجته، يوم ما يستلم شهادته ويتخيل فرحة أهله وإن هو من الناجحين ومن الشاطرين ومن الطالعين الأوائل. ده كله لما بيتخيله وبيحطه قدامه بيدفعه إنه هو يشتغل على نفسه أكتر ويتعب نفسه. الطالب ده بيكون دايما في حالة نشاط ودايما بيبعد عن الكسل. اما الطالب التاني الكسلان اللي مش قادر ان هو يذاكر ولا يروح دروسه ولا مدرسته، الطالب ده اللي مخليه كسلان. الطالب ده كسلان لان غايب عنه الهدف من التعليم. بيقول لنفسه انا هتعلم ليه؟ ما كل الناس اللي اتعلمت مش لاقيه شغل، مفيش وظايف، يعني اللي اتعلموا كانوا خدوا ايه؟ الطالب ده لازم نحط له هدف من التعليم، لازم نقول له اتعلم، لان التعليم مش بس بيوصلك للوظيفة. انت ممكن تتعلم لكن تشتغل حاجة تانية، لكن التعليم هو رفعة ووصول الى الجنة. احنا لازم نعرف ان كل عمل بنعمله في حياتنا هو المفروض يكون هدفه الجنة في الاخر. اتعلم لان المسلم المتعلم خير من المسلم الجاهل اكيد. اتعلم لان التعليم بيديك وجاهة اجتماعية اكيد. لا، كل لما بتتعلم احسن وبتكون مثقف احسن ده وجاهة ليك اجتماعية. الشغل مش مرتبط ابدا بان انت اتعلمت حاجة معينة، ممكن تتعلم تعليم وتشتغل حاجة تانية. هو الانسان كده لازم يكون عارف نهاية الطريق اللي هو هيمشي فيه ده ايه. بيبقى عاوز يعرف نتيجة التعب اللي انا تعبته ده هيكون ايه في الاخر، ايه اللي انا هاخده من ورا العمل اللي انا بعمله ده، اخر تعبي واجتهادي هيكون ايه. علشان كده لازم في اي عمل نقرن الجزاء بالعمل. العمل ده في نهايته هتكسب كذا، هتاخد كذا، هترتفع لمرتبة كذا. طيب ايه كمان ممكن يساعدنا اننا ما نكونش كسلانين وما نحبش النوم الكتير وما نضيعش الوقت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء مهم جدا، دعاء لعلاج الكسل. الدعاء ده لو التزمنا عليه واهتمينا اننا نقوله في اذكار الصباح والمساء ان شاء الله هيكون ليه مفعول عظيم جدا. بس اهم حاجة اليقين. الدعاء بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين هنا معناها
ثقل الدين وعجزه عن تسديده. غلبة الرجال يعني يغلبوه في أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويظلموه. طيب تعالوا نفهم الدعاء مع بعض. الحزن هنا بيجي من أشياء في الماضي حصلت واحنا بنتألم منها لغاية دلوقتي، بنفتكرها وقاعدين نحزن عليها. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من الحزن. أما الهم فهو خوف على المستقبل، وازاي هعيشه وازاي هدبره وهيحصل فيه ايه. وده مش أمر بتاعي أنا علي السعي والتدبير من الله سبحانه وتعالى. فإحنا لما نفكر في الأحداث اللي حصلت في الماضي بتسبب لنا حزن، ودي خلاص عدت يعني خلصت خلاص، مش من حقنا ان احنا نقعد بقى نراجع فيها ونقعد نتألم منها. والمستقبل احنا خايفين عليه. طيب احنا ضامنين اصلا ان احنا هنعيش للمستقبل؟ كل ده في ايد الله سبحانه وتعالى. احنا علينا نعيش يومنا ونجتهد في يومنا ونحاول اننا يعني يكون اليوم في احسن شكل، علشان ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ومستقبلنا يكون احسن. والعجز والكسل هنا بنستعيذ من الضعف. العجز يعني الضعف ده بيحصل لنا في جسمنا، ما بنقدرش اننا نقوم ولا نشتغل ولا نعمل الطاعة اللي علينا، فهو ده العجز. اما الكسل فبيكون عندنا القدرة وبيكون عندنا طاقة بس مكسلة انك تقومي تعملي اعمالك المطلوبة، مكسلة انك تقومي وتنجزي الطاعة، مكسلة ان انتي الخطة اللي انتي رسمتيها انك تمشي عليها. طبعا كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، لان الكسل بيخلينا ان احنا نضيع فرص كتيرة كويسة ممكن تحصل لنا. ممكن نكسل كمان عن طاعات هتفيدنا في الدنيا وفي الآخرة. فإن شاء الله بإذن الله لما نلتزم الدعاء ده صباحا ومساء مع اليقين في الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بإذن الله هيتجدد نشاطنا وهنقوم بأعمالنا المطلوبة وهنحس بفرق كبير جدا، هنحس إننا بننجز. فأدعوكم إن انتوا إن شاء الله تلتزموا بالدعاء ده. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. كمان أوصيكم بقراءة سورة الإنسان زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأها في فجر كل جمعة. نفهم معانيها ونشوف جزاء المؤمنين. وإن شاء الله بإذن الله لو اتبعنا قراءة سورة الإنسان زي ما كان بيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هترتفع الهمة عندنا، وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون في الكسل هينتهي تدريجيا، لأن في سورة الإنسان المؤمنين يعني جزائهم مذكور ومعروف. فاحنا لو قرأنا وفهمنا وتوكلنا على الله وكان عندنا يقين تام في الله سبحانه وتعالى، بإذن الله هتروح من عندنا حالة الكسل وتتبدل بالنشاط، وبإذن الله ننجز كل أعمالنا المطلوبة ونحس بتغيير في حياتنا. لأن طول ما احنا بنجد ونجتهد هنلاقي بإذن الله النتيجة المطلوبة، وهيكون لنا سعادة في الدنيا وفي الآخرة. أتمنى الفيديو يكون أفادكم، وأتمنى أننا نلتزم الدعاء وقراءة سورة الإنسان، وبإذن الله تتبدل حالة الكسل بحالة نشاط واجتهاد إن شاء الله. أتمنى أنكم تكتبوا لي في التعليقات هل كنتم مواظبين على الدعاء ولا لسه هتواظبوا عليه إن شاء الله. وأتمنى أنكم تشاركوا الفيديو ده مع ناس كتير علشان فعلا نكون خير أمة أخرجت للناس. واستنوني وفيديو جديد، ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.